الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد أتمنى أن ينال إعجابكم. كما كتشاهدوا في الصورة خلفي هنا أشجار الإيجاص أو الكامثاري كما كتسمى باللغة العربية. فأنا متواجد بالضيعة هنايا نشارك معكم هذا الفيديو وهذه التجربة اللي عندي أنا في هذه أشجار مثمرة، وخاصة الإيجاص أو أشجار الكامثاري. كما كتشاهدوا دابا راه يعني بعد فترة أنا بعدا كنعتذر ما شاركتش معكم التقليم ديال هاد الأشجار كيفاش كتتم، ويعني يعني راه فات دابا الوقيته ديال التقليم، يعني دابا راه تبارك الله راه زهرات، يعني راه بدات كتعقد الثمار ديالها. بغيت نشارك معكم هذا الفيديو هذا. كما كتشاهدوا دابا في الصورة، هذه هي أشجار الإيجاص أو بوعويد كما كنقولوا له بالدارجة المغربية. تبارك الله راه بدات الثمار كتنضج كما كتشاهدوا. هي هذه يعني الثمار بدات كتبان ولله الحمد كما كتشاهدوا في الصورة. الجو اليوم ممطر، يعني الحمد لله ما كان انخفاض درجة الحرارة. كما كتعرفوا هاد الأشجار هادو كان عندها واحد متطلبات، يعني الأشجار المثمرة خاصة يعني خصها واحد العدد ديال السوايع ديال البرودة، يعني خصها تكون في كل ما كانت في مناطق باردة كل ما كان الإنتاج أحسن. يعني أشجار مثمرة يعني كتحتاج واحد العدد ديال السوايع، يعني تقريبا 400 ساعة ديال البرد باش يكون المردود جيد. كما كتشاهدوا يعني ان الاشجار هاد الايجاص هذا يعني هو كينقص راسو، يعني واخا كيكون دار نواره كتكون نواره كثيره وكيدير الحب، ولكن كيبدا ينقص راسو كيطيح كما كتشاهدوا. هي هاد الحبه هادي يعني هادي غادي طيح، هادي قصانه هي طاحت، يعني كينقص راسو كيخلي غير واحد العدد اللي غتقدر عليه الشجره باش تحملو، باش غادي يكون واحد الكاليبر زوين، يعني غادي يكون واحد الغلظ. سبحان الله ما شاء الله. يعني عندي هنا أشجار الإيجاص كما كتشاهدوا في الصورة، وغادي نشارك معكم التجارب هذه، يعني كيفاش معالجة يعني ديال هاد الأشجار هادو، خصوصا المن والحشرات الضارة أو الكاربوكابس، يعني هي اللي كتكون في هذه الفترة هذه. يعني واحد الدودة كتضرب بوعويدة كتدخلها لداخل السوسة كما كيقولوا، عندها أدوية خاصة. وغادي نشارك معكم الدواء، ونشارك معكم عملية السقي، وعملية إلى إن شاء الله إلى عملية الجني إن شاء الله. وما نطولش عليكم، بغيتكم غير تشاهدوا معنا هذا الفيديو هذا، واللي عنده شي تساؤل يحطوا لنا في التعليق، واللي ما اشتركش في القناة يشترك وديروا لايك الفيديو باش نجيبوا فيديوهات جداد ان شاء الله وتكون الاستفادة اكثر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.